السلام عليكم. سالينا الحلقة اللي فاتت في عام 33 قبل الميلاد ياك، اللي فيه الرومان سيطروا على كل موريتانيا بعد ما مات الملك بوكوس بلا ما يخلي حتى ورثة، غير هو في بلاصة أخرى في جنوب أوروبا وفي شمال شرق إفريقيا. في نفس الفترة كانت كتوقع أحداث أخرى، فاسمح لي نرجع لها حتى هي عندها تأثير علينا. 16 سنة قبل، في روما في عام 49 قبل الميلاد حسب كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب، بدأت حرب أهلية بين يوليوس قيصر وبين بومبي، جوج قادة رومان كانوا كيحكموا مع قائد ثالث في نظام جمهوري كان ديك الساعة هو السائد في روما. لكن بعد وفاة الثالث ديالهم يوليوس قيصر وبومبي اختلفوا وتحاربوا من أجل الفوز بالحكم. موضوع حروبهم طويل ومعقد وكاين عليه سيري في نتفليكس، ننصحك تشوفها إذا كنت مهتم بتاريخ الإمبراطورية الرومانية. اللي كيهمنا حنا هو أن الملوك الموريين ديالنا بوغود وبوغوس اللي كانوا عايشين في أمان وقاسمين موريتانيا بيناتهم في ديك الوقت، فحال اللي شفنا اختاروا بجوجهم أنهم يدعموا يوليوس قيصر. لكن ملك نوميديا اللي بقى منها جوبا الأول أو يوبا أو يوباس أو يوباي بالبونيقية، هاد جوبا حسب الموسوعة البربرية اختار أنه يدعم خصم يوليوس بومبي، لكن بومبي اخسر الحرب وهرب لمصر باش زعما يقنع الفرعون ديالها بمعاونته. لكن فرعون مصر ديال ديك الساعه ما كانش فرعون، زعما كان بطليموس الثاني عشر. شكون هذا؟ هذا ملك من اصول مقدونيه، جده الاكبر بطليموس كان جمع الاسكندر الاكبر من اللي غزا مصر واسس الاسكندريه، ومن اللي مات الاسكندر بطليموس هذا استقل بحكم مصر واسس فيها مملكه ورثها لولادو اللي هما البطالمه. بطليموس الاول ورث الثاني الثالث حتى وصلنا الثاني عشر اللي هرب عنده هاد بومبي باش زعما يعاونو ضد العدو ديالو يوليوس قيصر. بطليموس ما عاونوش، قتلو وقدم جثته للخصم يوليوس كعربون صداقه. لكن يوليوس رغم ذلك ما عجبوش الحال، وما عجبوش ان واحد اجنبي يقتل قائد روماني كان صاحبه، فاطاح بطليموس الثاني عشر من العرش وخلى ولده الصغير بطليموس الثالث عشر هو اللي يتولى الحكم مع مراته اللي هي في نفس الوقت اخته حتى هي غادي تقتل خاها وغادي تولي الحكم بوحدها، وغادي تدخل في علاقه غير شرعيه مع يوليوس قيصر، وهي اللي كنعرفوها اليوم باسمها الاشهر كيلوباترا. نخليوها كتمارس العاب الخفه في مصر ونجيو لنوميديا، حيت اذا كان بطليموس خسر عرشه في مصر وما عرفش يربي ولادو، ففي نوميديا الملك يوبا الاول بسبب معاونته لبومبي خسر حياته ودولته كلها بعد ما ضمتها روما كعقاب ليه. وحتى ولده الصغير خادو يوليوس قيصر معاه لروما وعطاه لبنت اخته اوكتافيا تربيه عندها. ولده هو جوبا الثاني اللي كبر في روما مع يوليوس قيصر كواحد روماني، قرا تما تعلم تما وعاش تما احداث مقتل ولي نعمته يوليوس قيصر وهو امبراطور على يد اعضاء مجلس الشيوخ. ملي غادي يموت يوليوس قيصر مغدور غادي يدابزو جوج من المقربين عليه عاوتاني على الحكم، ولد بنت اخته اوكتافيوس من جهه ومعاونه ماركوس أنطونيوس من جهة أخرى. في هذه الحرب الأهلية عاوتاني غادي يتدخلوا ديالنا، لكن هذه المرة غادي ينضم بوكوس لأوكتافيوس وخاه غادي يدعم أنطونيوس، فيخسر أرضه معاه بعد ما ينهزم فحال اللي شفنا في الحلقة السابقة. لكن اللي ما شفناش هي أن كيلوباترا غادي تكون حتى هي في صف أنطونيوس وغادي تكون معاه حتى في حاجة أخرى. غادي تبدأ بيناتهم علاقة حميمية، ومن اللي غادي يخسر أنطوني في آخر معركة أكتيوم وتلحق به الجيوش الرومانية لمصر، غادي ينتحر مع كيلوباترا وغادي يخليو أطفالهم الصغار بوحدهم. اللي كيهمنا منهم هي بنتهم كيلوباترا سيليني اللي حتى هي غادي ياخدوها الرومان معاهم وغادي تمشي حتى هي لبيت أوكتافيا تربى عندها، وتما غادي تلقى بولد جوبا الثاني. أجي دابا نرجعوا للزمان اللي سالينا فيه الجزء الأول في عام 25 قبل الميلاد. الإمبراطور أوكتافيوس اللي ربح الحرب وسمى راسو أغسطس غادي يقرر بعد 8 سنوات من فراغ العرش في موريتانيا أنه يعين شي واحد من أهل البلاد، فحال اللي كيقولنا ديون كاسيوس في كتابه التاريخ الروماني في الجزء الأول، بس زعما هذا الملك يكون تابع ليه وروما تقدر دير به ما بغات. الاختيار غادي يجي طبعا على جوبا الثاني، ولكن مع شكون؟ مع زوجته الجديدة كيلوباترا سيليني. بجوجهم غادي تعطى لهم على طبق من ذهب مملكة واسعة تضم كل من موريتانيا وبعض من نوميديا، المغرب الحالي والجزائر الحالية باش يحكموها. المملكة الجديدة كانت مستقلة لكن غير اسميا، حيث هي في الحقيقة كانت محمية مع الرومان. يعتقد أن جوبا الثاني اتخذ مدينة شفشال كعاصمة ليه وسماها قيصرية تكريما لولي نعمته أوكتافيوس.
جوبا الثاني هذا كان ملك مثقف، كاتب، شاعر وفيلسوف، كتب العديد من الكتب اللي للاسف ما وصلتش لعهدنا، وقام بزاف ديال الرحلات الاستكشافيه. لكن في عهده ايضا لبس الناس اللباس ديال الرومان، وانتشرت اللاتينيه، وبدا تقليد الرومان في بناء المباني والمسارح وانجاز التماثيل. والملك براسو كان يعرف عليه انه كان كيعيش بحال الرومان. اثناء فتره حكمه بين سنه 3 و6 ميلاديه، كيف ما كيقولنا المؤرخ ديون كاسيوس، جوبا الثاني ساعد الجيوش الرومانيه في حروبها ضد قبائل الجيتول اللي رفضت انها تخضع للرومان في حاله. ومن بعد شارك عاوتاني ضد ابناء وطنه في تمرد قام بين 17 و 24 ميلاديه، قاده ثائر اخر اسمه تاكفارينس من قبيله المزالمه، مشاركه ثائر اخر اسمه مازيبا. هاد مازيبا كان هو قائد الموريين. تاثير زوجة الملك سيليني كليوباترا على جوبا كان حتى هو ظاهر، صورتها كانت تطبع حدا صورته على العملات. ولدهم الوحيد ما تسماش بحال الملوك لا النوميديين ولا الموريين، بل تسمى كما جدود من امه بطليموس، اللي ملي تولى الحكم بعد وفاة باه في بداية عام 24 ميلادية استمر حتى هو على نفس النهج، وارسل قوات حتى هو الحاكم افريقيا الروماني باش يعاونوا في النصر الاخير اللي حقه باش يقضي للابد على ثورة تاكفاريناس. الشيء اللي كيقول عليه المؤرخ الروماني تاسينت انه خلى مجلس الشيوخ في روما يرسل له هدايا واعتبره ملك حليف وصديق للشعب الروماني. لكن رغم هذا الحب كامل اللي استمر طيلة عهده اللي دام حتى عام 40 ميلادية، بطليموس تسلت به الأيام مقتول بأمر بين الإمبراطور الروماني في مدينة ليون في حفل كان حضره تما. السبب حسب الرواية الأكثر شهرة اللي رواها المؤرخ اللاتيني سويتونيوس، كيقول أن الإمبراطور الروماني كاليغولا اللي كان غريب الأطوار أمر بقتله في مسرح في مدينة لوكدين اللي هي مدينة ليون في فرنسا الحالية، حيث بطليموس كان جاب معطف أرجواني كان زوين بزاف لدرجة أنه جذب اهتمام كل الحاضرين من الملوك، الشيء اللي أثار حسد الإمبراطور لدرجة أنه أمر بقتله وضم كل مملكته نهائيا لروما. لكن اللي ما كانش عارفه الإمبراطور الروماني اللي حتى هو غادي يموت مقتول وبنفس الطريقة، هو أن التوسع في المغرب ما غاديش يكون سهل وغادي تكون عنده نتائج وخيمة على روما. شبيل عزيز. قتل جوبا الثاني وضم مملكته لروما تسبب في ثورات، لكن قبل ما نهضروا عليها أنا عندي إشراء عاوتاني ديال شركة ساندويف، وهي شركة ديال تحويل الأموال. إذا كنت عايش على برا كتصيفط فلوس لداركم، أو حتى كنت انت في المغرب وشي أخت ولا أخ أو أب هو اللي كيصيفط لكم، فبهذا التطبيق تقدر تصيفط فلوس من أوروبا وأمريكا للمغرب ويوصلوا بعد ثواني بأحسن ثمن ديال الصرف موجود في السوق وبلا مصاريف ديال التحويل. غادي تلقى الرابط ديال التطبيق في الوصف ديال الفيديو، جربوا بنفسك ما تثقش بيا، وارسلوا لمن ما بغيتي جربوا وقارنوا مع التطبيقات اللي كنت كتستعمل قبل. وإذا عجبك استعمل الكود برومو ديالي نوفل، حيت التطبيق غادي يعطيك 10 أورو مجانية باش زعما يرحب بك. تقدر تزيدها على شحال ما بغيتي ابتداء غير من أورو واحد وتصيفط كلشي لعائلتك، 11 أورو لا 10 ديال الأورو المجانية و1 الأورو من عندك أو أكثر. كون كريم مع عائلتك، انت غادي تربح، الشركة غادي تربح، وأنا غادي نربح، والأهم مولين الدار غادي يربحوا. التطبيق آمن والشركة اللي وراه كبيرة. نرجعوا دابا لمقتل ملكنا بطليموس. نهايته في عام 40 ميلادية كانت نهاية ديال آخر دولة مستقلة على روما في حوض البحر الأبيض المتوسط. لكن قبل ما تقدر الجيوش الرومانية تسيطر عليها على كل موريتانيا وتقسمها لجزئين، موريتانيا القيصرية الجزائر ديال دابا وموريتانيا الطنجية اللي هي شمال المغرب ديال دابا، بدات ثورات في كل البلاد. أشهر وحدة فيهم هي ثورة إيديمون، وهو عبد كان عتق الملك بطليموس وعينه مساعد ليه في القصر. فملي تقتل سيده إيديمون حاول الانتقام ليه بحال اللي كيقولنا المؤرخ الروماني بيلينيوس في كتابه التاريخ الطبيعي. لكن مارسيل بن عبو في كتابه المقاومة الإفريقية ضد الرومان كيقولنا أنه ماشي الانتقام وحده هو اللي خلى إيديمون والموريين ينتفضوا، بل حتى الفكرة المرعبة ديال أن الرومان جايين بجيوشهم باش يفرضوا ضرائب جديدة على الناس وباش يتدخلوا في حياتهم وفي دينهم. رغم هذا الشيء قمع هذه الثورة ما خدش من الرومان أكثر من عام. إيديمون دغيا خسر وتقتل في ساحة المعركة، حيث يمكن حتى الموريين نفسهم ما كانوش كلهم متفقين معه. المؤرخ البولوني كوتيلا عنده مقال نشر في مجلة أرشيولوجيا ديال عام 1964 كيقول فيه ما معناه أن بطليموس ومع إيديمون والطبقة ديالو
كانوا متاثرين في حياتهم وفي ملبسهم بالاغريق. عليها سكان موريتانيا الغربيه، المغرب ديال دابا، كانوا كيشوفوهم غراب عليهم، حيث ما كانش عندهم نفس العادات المحليه وما كانوش متاثرين شويه في حالهم بالحضاره البونيقيه اللي هي اقرب ليهم. في واحد النقيشه تجبرت في مدينه وليلي معروفه باسم نقيشه بن بوسطار، تكتب فيها ان شخص اسمه فالوريوس ابن بوسطار قاد الفرقه من الموريين وقاتل بها ضد ايديمون مع الرومان. لكن التخريب للحق بعض المدن الاخرى ديال ديك الفتره بحال لكسوس وتامودا وتاموسيدا كيبين لنا انه كانت مدن اخرى من غير وليلي مع ايديمون، وسادنتها الثوره اللي بمجرد ما انتهت وتحقق للرومان تقسيم موريتانيا بدات ثوره اخرى في حدود عام 41 ميلاديه بقياده ثائر موري اخر اسمه صلابوس. المؤرخان بيلينوس وسولينوس ملي هضروا على هذه الثوره ما ذكروش في كتبهم اسم هذا القائد الموري، لكنهم بجوجهم هضروا على قوات رومانيه جات من اسبانيا للدعم ومشات نحو الاطلس المغربي لقمع ثوره قامت تما. اما المؤرخ الروماني ديوكاسيوس فقال ان الزحف على الموريين ما تسببش في نهايتهم، حيث القائد الروماني اضطر انه يعقد معهم في الاخير معاهده الصلح في عام 42 ميلادي. الشيء اللي كيخلينا نعتقدوا انه نشأت تما اماره غير معروفه خلف الحدود ديال موريتانيا الغربيه اللي سيطرت عليها روما. الفتره ديال سقوط موريتانيا الطنجيه تحت الحكم الروماني المباشر ما كنعرفوش عليها بزاف ديال المعلومات. جيروم كاكوبينو في كتابه المغرب العتيق يقول لنا ان الاحتلال الروماني كان همه الوحيد هو يمتص ثروات موريتانيا الطنجيه بغض النظر على نتائج ديك الشيء على السكان. فدمر الغابات المغربيه من اجل الخشب ديالنا ذو الجوده العاليه، وكان السبب في اختفاء الفيلة من المغرب للابد، وايضا في ادخال تربيه الخنازير رغم ان لحمه كان مكروه عند الامازيغ. عليها هذا الاحتلال رغم البدايه ديالو اللي قدرت تفرض الاستقرار خصوصا مع وجود اباطره رومان عادلين بحال الامبراطور تراجان اللي حكم بين عام 97 و 117 ميلادي. اذا مشيتي شي نهار لروما كاين تما عمود تراجان فيه مصورين فرسان موريين، وخلفوا الامبراطور هادريان اللي حكم من عام 117 ل 138 ميلادي. هاد جوج الاباطره استعنوا بشخصيات محليه في الحكم ديال موريتانيا الطنجيه، لكن خلفهم الامبراطور كومود المعروف بانه كان متعطش للدماء، واللي هو نفس الامبراطور اللي مثله خواكين فينيكس في فيلم غلادياتور دغيا رجع حليمه لعادتها القديمه. فرجع الاحتلال الروماني بعد ما قتلوا عام 192 ميلادي مهزوز ومضطرب في اغلب الاحيان، ومن بدايه القرن الثالث ميلادي كان عليه انه يواجه عاوتاني هجمات القبائل الامازيغيه. في كتاب نقائش معاهده السلام بين البقوات الامازيغ والرومان نقدروا نقراو من النقيشه الاولى. النقيشه هي حجره منقوش عليها بالكتابه، وفي الحاله ديالنا هي نقيشه مكتوب عليها معاهده السلام بين البقوات الامازيغ والرومان. من هذه النقيشه كنعرفوا ان قبيله البقوات في بدايه القرن الثاني ميلادي لسبب ما كنعرفوش خلات المواقع الرومانيه اللي حداها كامله وقطعت مسافه طويله بزاف من موطنها في الاطلس المتوسط في المغرب حتى لشمال الجزائر باش تمشي تهاجم مدينه كارتينا. الكاتب مصطفى اعشى كيقول لنا ان هذا الهجوم المخلد في هذه النقيشه وهجومات اخرى في نقائش كيهضر عليها الكتاب غادي يتسبوا في ان الرومان غادي يقوموا بانشاء تجهيزات وجدارات دفاعيه كانت معروفه باسم الليمس باش يحميوا راسهم مستقبلا. وهذا الشيء غادي يتسبب في ان قبائل الرحل الامازيغيه ما غاديش تبقى تقدر تتجاوز هذه الجدارات، وغادي تبدل مراعيها فتبدا تتوجه للشمال الغربي اكثر، ثم بعدها تبدا تهاجم المدن الرومانيه بحال اللي وقع مع وليلي اللي هاجمتها قبائل البقوات والماكينيت، ومدينه سلا اللي هاجمتها قبائل الاطلول المغربيه بالافيال. اللي كنعرفوه هو انه على وقع هذه الهجومات والثورات في اواخر القرن الثالث ميلادي انسحبت القوات الرومانيه من جنوب منطقه موريتانيا الطنجيه وبقات فقط عند الحد ديال وادي اللوكوس فين كاين العراج ديال دابا. سبب ذلك فيه جوج فرضيات. الفرضيه الاولى كتقول ان هذا الانسحاب تم في عام 285 ميلاديه، حيث الامبراطور الروماني ديوكليتانوس فتره انحدار قوه الامبراطوريه قرر يقوم باصلاح اداري لانقاذ ما يمكن انقاذه، فنقص المجال الترابي ديال موريتانيا الطنجيه باش زعما تقدر الجيوش ديالو تما تدافع عليها تم التخلي دغيا على المدن جنوب اللوكوس فحال وليلي، وخلاتها الجيوش الرومانيه باش تواجه مصيرها لوحدها امام القبائل الامازيغيه. الفرضيه الثانيه كتقول لا، الانتفاضات ديال القبائل الموريه الامازيغيه كانت ملي بدا الانسحاب كاينه بالفعل في الشمال في عام 291 ميلاديه، والجيوش ملي تراجعت فغي باش تقدر تحمي ديك المنطقه. وهاد المعلومات
كاينه بالفعل في نقيشه قدرت توصل للعصر ديالنا بعد ما استعمل الموحدين حجر مكتوب فيه هذه المعلومات في بناء المسجد الاعظم ديال القصر الكبير. من هذه الحجره اللي تجبرت نقدروا نفهموا ان الانتفاضات لم تتوقف في نهايه القرن الثالث وبدايه الرابع ميلادي، وهذه ما كانت غير بدايه النهايه، حيث في عام 429 ميلادي جاءت الضربه القاضيه لحكم الرومان شمال افريقيا كلها، ملي وصلت القبائل الونداليه زاحفه من شمال اوروبا حتى لمضيق جبل طارق وعبرته الى المغرب، وقدرت فيه على كل الحكم الروماني، ثم دمرت كل المدن اللي مرت عليها ومشات شرقا حتى لقرطاجه اللي دخلتها في عام 439 ميلاديه، ومنها طلعت الصقليه وبدات كتهدد مدينه روما نفسها. لكن هاد الويلدان رغم ذلك اللي شافهم الامازيغ حتى هما كانوا محتلين وما توقفوش على قتالهم، دغيا ما ضعفت دولتهم واختفت في منتصف القرن السادس ميلادي. البيزنطيين اللي هما ما تبقى في الشرق من الامبراطوريه الرومانيه ما قدروش يرجعوا يفرضوا سيطرتهم على شمال المغرب بحال اللي كان الامر قبل، فاكتفوا بسيطره اسميه على مدن الشمال سبته وطنجه، فيما باقي المغرب بقى عايش ضمن امارات محليه للاسف ما كنعرفوش عليها الكثير. حيت اذا تذكرتي معايا لما الجيوش الرومانيه انسحبت من وليلي وخلاتها لمصيرها في حال اللي شفنا في نهايه القرن الثالث، المدينه ما تهدمتش، بل بالعكس استقلت براسها وبقات مستمره حتى بعد سقوط روما نفسها. كنعرفوا انه تشكلت تما مملكه مستقله اسمها مملكه وليلي استمرت حتى قدوم المسلمين. نقيشه عثر عليها في المدينه بينت ان هذه المملكه كانت مزدهره لدرجه انها غزات مملكه اخرى تكلمت عليها نقيشه كترجع لعام 508 ميلاديه، وكتهضر على مملكه في نواحي تلمسان اسمها مملكه التابا كان عندها ملك اسمه ماسونا. هذه المملكه غزوها جنود مملكه وليلي وجابوا سكانها أسرى الوليلي حتى ماتوا تما ودفنوا فيها. يعتقد أن المسلمين من اللي غادي يوصلوا ويعبروا نهر ملوية نحو داخل المغرب اللي غادي يواجههم غادي يكون أحد ملوك هذه الدولة، اللي هو حسب كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب هو نفسه الملك أكسل المعروف في المصادر العربية بكسيلة. هل كان فعلا كيف ما كيعاودوا عليه أو أن المؤرخين العرب تحاملوا عليه؟ أنا نقول لك. بحال اللي قلنا في حلقة طارق بن زياد، فالمؤرخ هشام جعيد في كتابه تأسيس الغرب الإسلامي كيقسم وصول المسلمين لشمال إفريقيا إلى 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى الاستكشافية اللي بدأت منذ عصر الخلفاء الراشدين، وتحديدا في زمن الخليفة عمر بن الخطاب. عمرو بن العاص قائد جيوش ديالو دخل فيها الإسكندرية في عام 642 ميلادية وأرسل جيوشه إلى برقة وطرابلس وزويلة في الصحراء، وخليفته عبد الله بن سعد بن ابي الصالح وصل حتى لتونس ديال دابا وهزم فيها البيزنطيين في معركه سبيطله عام 648. لكن رغم كل الانتصارات المسلمين ما كانوش كيتقدموا. بعد كل عمليه كانوا كيرجعوا لمصر والبيزنطيين كيعاودوا يسيطروا على المناطق اللي خسروها في الساحل. في المرحله الثانيه اللي بدات عام 670 كان الهدف ديك الساعه هو التوسع والاستقرار، لكن بينها وبين المرحله الاولى كاين فجوه زمنيه بين عام 648 فين جرت معركة سبيطلة وبين عام 670 فين ظهر عقبة بن نافع في مصر وقاد الجيوش نحو إفريقيا والمغرب. سبب هذه الفجوة هو توقف الغزوات بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان والفتنة اللي جات وراها. في هذه الفتنة تأجلت فكرة التقدم للمغرب بسبب الوضع الصعب اللي كان كيعيشه الخليفة الجديد علي بن أبي طالب، وجرت فيها معارك كبيرة مؤسفة في الشرق بين المسلمين ما انتهتش إلا بمقتل الخليفة علي بن أبي طالب على يد شخصية تنتمي إلى الخوارج اللي غادي يكون عندهم حتى هما دور في المغرب من بعد، كيف ما قلنا ياك في حلقة إمارات برواطة. بعد هذه الأحداث بدات دولة الأمويين وانتقل مقر الخلافة إلى دمشق اللي ولات عاصمة الخليفة الأموي الجديد معاوية بن أبي سفيان. في دولة بني أمية أصبح نظام الحكم وراثي، وباش ما ينخرج وما تحاربوش القبائل الأخرى استعمل الخلفاء العصبية القبلية باش يقدروا يسودوا، فانتصروا لكل ما هو عربي ضد الباقين اللي ما كانش عندهم هذا النسب اللي تسموا الموالي، جمع مولى، عقل على هذه التسميه. في عام 670 ميلاديه كيقولنا الكاتب حسين مؤنس في كتابه فجر الأندلس أن عقبة بن نافع قاد الجيش الأموي إلى المغرب وبدعم من الخليفة معاوية بن أبي سفيان تقدم نحو إفريقيا وبنى مدينة القيروان. عقبة كان قائد عربي حاز الإعجاب ديال بعض المؤرخين، لكنه أيضا حاز على النقد من عند مؤرخين آخرين بسبب عدائه لكل ما هو ليس عربي. فترة ولايته على إفريقيا ثم المغرب دازت 2 مراحل. المرحلة الأولى اللي بنى فيها القيروان
وقاد فيها الغزوات يمينا ويسارا ضد الأمازيغ، وبعدها عزل. وجاء قائد آخر هو أبو المهاجر دينار، اللي كانت عنده طريقة أكثر سلمية في التعامل مع القبائل الأمازيغية، حتى أنه وصل لتلمسان بنتائج أكبر وبخسائر أقل. المرحلة الثانية هي اللي عاد فيها عقبة كوالي على المغرب بعد ما ولا عاوتاني الخليفة الجديد ليزيد بن معاوية، وفيها وصل للمغرب الأقصى، المغرب ديال دابا، وضموا للخلافة الأموية. لكن سياسته تثبت في أنه يخلق لراسو عداوات مجانية، أحدها المشهور منها كانت مع كسيلة أو أكسل، اللي قلنا أنه كان ملك ديال مملكة وليلي. أكسل كان أسلم في عهد أبو المهاجر دينار، وعداوته تثبت في مقتل عقبة بن نافع في غش من عام 683 ميلادية بعد ما اغتالوا كسيلة في طريق عودته. هذه الحادثة تثبت في قيام أول ثورة ضد العرب في المغرب. قائد هذه الثورة كسيلة أكسل قتل بعد ما دخل القيروان في معركة ممس ضد القائد الأموي زهير بن قيس البلوي عام 688 ميلادية. في المرحلة الثالثة، حيث قلنا كانوا 3 مراحل، ديهية وقبيلة هجراوة قادوا من عاصمة الإمارة ديالهم ماسكولة أو خنشلة ثورة الأمازيغ مستغلين تراجع العرب وانقسام المشرق. ففي الوقت اللي بدات الحروب عند العرب بين المروانيين والزبيريين، تقدمت ديهية إلى القيروان وحققت انتصارات قبل أن تنهزم في الأخير قدام حسان بن أبي النعمان واني الخليفة الأموي المنتصر في المشرق عبد الملك بن مروان، وتقتل في حدود سنة 700 ميلادية. حسان بن أبي النعمان غادي يعيد سيطرة الأمويين على كل إفريقيا ونوميديا القديمة، لكنه قبل ما يكمل عمله ويزحف نحو المغرب ديالنا باش حتى هو يضيفو زعما لخلافة الأمويين في دمشق، سيقال من منصبه في حدود 703 ميلادية بسبب طمع أخ الخليفة عبد العزيز بن مروان، اللي كان باغي هو يسيطر على الفلوس والسبايا الجايين من المغرب. أمير مصر عبد العزيز بن مروان ضغط باش يتم تعيين أحد المقربين منه لقيادة الجيوش نحو المغرب الأقصى. هذا الشخص كان هو موسى بن نصير، اللي كاين تضارب حول أصله. كاين المؤرخين اللي اعتبروه عربي، وكاين اللي اعتبروه من الموالي ديال بنو أموية. موسى بن نصير كان ثاني قائد مسلم بعد عقبة بن نافع يوصل للمغرب الأقصى. حاصر موسى تارودانت وطنجة وسيطر عليهم، وقبل ما يتراجع المقر في القيروان بالمال والسبايا الذين لم يسمع بمثلهم، ولا على جنوب المغرب ولده، وعلى طنجة شاب كنعرفوه دابا باسمه الأشهر طارق بن زياد. وهكذا أصبح المغرب الأقصى جزء من الغرب الإسلامي تابع للدولة الإسلامية الأموية. لكن هادشي ما طولش باش ينفجر. هادشي اللي كاين في هذا الجزء نتلاقاو في جزء آخر. ما تنساش تستعمل الكود ديالي نوفل في تطبيق ساندويف إذا كنت مهتم طبعا. لكن دابا قول لي انت شنو بالك؟ هذا الميكرو كان هنا وطاح، ما عندنا من ندير.